السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. زي الأيام دي السنة اللي فاتت كانت الناس بتحضر لموائد رحمن، شنطة رمضان أو كرتونة رمضان أيا كان، يعني بما إن فاضل 10 أيام تقريبا يعني على رمضان. مفيش دلوقتي إمكانيات الناس تعمل حاجة من الناس اللي كانت بتعمل، وأصلا في ناس بتتمنى بقالها سنين إنها تعمل شنطة رمضان أو حاجة زي كده وما بتعملش. بس أنا قلتها قبل كده وهقولها تاني عادي، مفيش مشكلة نتكلم في الموضوع 100 مرة عشان الناس بس تفهم يعني. ان الخير والصدقات مش بالامكانيات، بالنيات، مش بالامكانيه يعني بالنيه. انت بس مجرد ما تنوي انك ه... ربنا هيكرمك يعني. لما تنوي قول بس انا نفسي اعمل شنطه رمضان بس انا مش معايا فلوس، لا سيبك بقى من كلمه مش معايا فلوس دي. ما تقولهاش لنفسك كتير. الواحد لما بيقتنع ان هو ما عندوش امكانيه وان هو ما معهوش فلوس والله عمره ما هيعمل حاجه. هيفضل يقنع بنفسه ان هو ما عندوش وان هو اولى بالقرشين اللي في جيبه، وان عارفين الكلمتين دولت لما يقعد يقنع في نفسه والله ما عمره ما هيطلع جنيه صدقه ابدا ابدا. لكن لما تقنع نفسك ان ايه حاجه بسيطه ممكن تتحسب لك صدقه، يمكن هي الحاجه البسيطه دي اللي اصلا تدخلك الجنه. في غيرك الحاجه البسيطه دي عندك مش لاقيها هو خالص، ان انت ظروفك احسن من غيرك. انا هعمل على قد امكانياتي، طب انا امكانياتي معدومه هعمل على قد المعدوم. طيب الناس دلوقتي هتقول لي طب انا ما عنديش امكانيات هعمل ايه؟ الواحد ممكن يطلع صدقات ازاي ولا هيعمل حاجه زي كده ازاي؟ انا هقول لكم افكاري وكلكم اكتبوا في التعليقات الافكار اللي ممكن تناسب ناس مش معاها فلوس قوي، ما عندهاش امكانيات قوي. يعملوا ايه بالنسبه لان هم يتصدقوا في رمضان او يطلعوا اي آه، اكل بقى اي حاجه. كل واحد يقول فكرته ويمكن يعني نقتبس الافكار من بعض وننفذ والدنيا تبقى ماشيه تمام. وزي ما قلت قبل كده وبقول تاني ان محدش يقول يلا نفسي وان انا اولى بالفلوس والكلمتين الحلوين اللي بنقولهم لنفسنا دولت بنصبر بيهم نفسنا، كل ده حرام اصلا وما ينفعش. مفيش حاجه اسمها نفسي وانا اولى، والله المحتاج هو اللي اولى. ممكن يبقى انت ما معكش غير 100 جنيه في جيبك بس غيرك ما معهوش 2 جنيه، يبقى ايه ممكن نطلع مثلا 10 جنيه من ال 100 جنيه، يبقى انا كده ما خسرتش حاجه بس اديت لغيري وغيري استفاد. هقول لكم افكاري في ان انت ما عندكش امكانيه بس ممكن تساعد باي حاجه اي حاجه. عارفين كيس الملح؟ كيس الملح مش عارفه ب4 جنيه ب5 جنيه مش فاكره بالظبط مثلا يعني. اظن انت اكيد معاك ال4 جنيه 5 جنيه دولت صح؟ اكيد معاك يعني. مش اكيد عشان كل الناس معاها ال5 جنيه، لا يعني معظمنا معاه ال5 جنيه. فايه رأيك لو انت واحد معدوم معدوم مش معاك فلوس خالص، فايه رأيك لو جبت مثلا 3 4 اكياس ملح ب20 جنيه مثلا، ب20 جنيه ملح، معرفش الكيس بكام، 2 جنيه ب4 جنيه ب5 جنيه ايا كان، طلع كده 20 جنيه وقول هجيب ال20 جنيه دي ملح. ملح وتجيب الاكياس الملح وتوزعها على الناس. هتقولوا لي ايه التخلف ده او ايه قله القيمه دي؟ ولا هو تخلف ولا قله قيمه ولا اي حاجه. ممكن الواحد يبقى الطبخه واقفه عنده اصلا على كيس الملح ومش معاه يشتريها، مش معاه يشتري كيس الملح. ايه المشكله؟ يبقى انت كسبت بس صدقه انك اتبرعت بكيس ملح. طب ما الناس عندها كلها ملح في البيت. اه الناس كلها عندها ملح في البيت، بس ممكن يبقى انا رايحه اشتري كيس ملح، لا لقيت كيس ملح جالي صدقه هوفر ال3 4 جنيه بتوعي دولت ولا ال5 جنيه مش عارفه بكام يعني، هشتري بيهم حاجه تانية. ايه المشكله؟ انت ربنا فاتحها عليك شويه مثلا. اشتري مثلا شكاره رز، معرفش مثلا 500 جنيه ولا بكام مش عارفه. اشتري 10 كيلو رز، بلاش شكاره رز، 10 كيلو رز ووزنهم كل كيلو لوحده ووزع على 10 اشخاص، او اشتري 10 كيلو رز واعملهم انصاص نص كيلو نص كيلو، ووزع على 20 شخص نص 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 نص. ايه رايكم؟ امكانيات بسيطه اهي بس حلوه قوي. ده عشان تخيل كده مثلا ان في مثلا 1000 شخص عجبته الفكره وقرر يعمل كده، بس من ضمن ال1000 في 2 3 هيجيبوا ملح و2 3 هيجيبوا رز و2 3 هيجيبوا مكرونه و2 3 هيجيبوا فول و2 3 هيجيبوا عدس، كله بقى على قد امكانياته وهيجيبوا يعني حاجات محدوده يعني ب100 جنيه عدس رباع كده، ربع ربع ربع، ب200 جنيه مش عارفه ايه، كل واحد على قد امكانياته. وتخيل بقى ان ال1000 شخص دول مشوا ووزعوا للناس. انا مثلا وانا ماشيه اخد من ده كيس ملح ومن ده نص كيلو رز ومن ده نص كيلو مكرونه ومن دوت مش عارفه ايه.
تخيل بقى ان الدنيا هتبقى فيها خير كده من المفيش، من الامكانيات المعدومه الضئيله دي. هات على قد مقدرتك يا اخي. لو ما معكش فلوس خالص بس عندك بطاقه عيش، احنا عندنا في مصر هنا العيش بالبطاقه، في ناس كتير ما عندهاش بطايق عيش وبتشتري العيش، مش عارفه الرغيف بجنيه ونص ولا ب2 جنيه، مش فاكر، مش عارفه بصراحه يعني. فانت ما عندكش خالص، ما في ممسوح كده على البلاطه، ممكن ببطاقه العيش اللي عندك دي تجيب بيها العيش وتاخد انت نصه او اللي يكفيك، يعني ممكن يكون بيكفيك نصه وربعه. انت بتشيل العيش ده النقط بتاعت العيش زي ما بيسموها عشان تروح تجيب بيها حاجه في التومين، لا هات بيها عيش واديه للناس، ده 5 رغيفه وده رغيفين، اوفر على الناس ان شاء الله حتى رغيفين 3 حق مثلا 5 جنيه عيش هيشتروهم. يعني مثلا ممكن جارتي تكون بتشتري في اليوم مثلا ب20 جنيه عيش، انا هديها 5 ترغيفه، بدل ما هتشتري ب20 هتشتري ب5 جنيه، هتشتري ب10 جنيه، يبقى انا وفرت لها وانا ما دفعتش حاجه. ده يعني انا ال5 ترغيفه اللي هدوم لها دول بربع جنيه، في البطاقه بربع جنيه. فشوف بقى انا بصوا بحاول اجيب لكم على قد يعني تفكيري ما فيش الناس اللي ما عندهاش خالص امكانيات تقدر تتصدق، ونقدر نشيل بعض في ازمه زي كده، نحس ببعض شويه. مش لازم يكون بقى معايا مثلا 2-3 مليون في البنك عشان اعمل شنط رمضان او اعمل مائده رحمن او اعزم مش عارفه مين على الفطار وابقى فطرت صايم، لا، كله على قد مقدرته. ويمكن الشخص اللي هيطلع كيس ملح ده ولا 5 ترغيفة عيش يمكن عند ربنا افضل من اللي بيعمل مائدة رحمن ولا بيطلع، يعني عشان اللي بيعمل مائدة رحمن ده طلع من الملايين مليون مثلا، لكن انت طلعت من 10 جنيه معاك 5 جنيه، فطلعت نص ثروتك، تخيل. فانا يعني بقعد كده مع نفسي وبقعد افكر، بلاقي في افكار بتجيلي والله العظيم، في افكار. يعني الواحد يا رب ايه لو ما معهوش فلوس، طب يتصدق ازاي؟ هنروح كده نعيش الدنيا كلها كده واحنا مش معانا وامكانياتنا ضعيفه ونقعد نقول ما فيش؟ انا كل سنه اقول يا رب لا انا مش معايا. انا اعرف حد فاهم ان هو امكانياته ضعيفه وما ينفعش يتصدق، هو فاهم كده، بس انت شخص بتاكل وبتشرب وبتلبس وبتعلم بتكشف وبتروح للدكتور وبتجيب دواء وبتركب مواصلاتك، كل ده تمام التمام عندك. فين انت؟ فين الامكانيات اللي مفيش دي؟ ده انت لو هتوفر شويه تمن مواصله وتاخدها مشي وتصدق بيها. ذكى عن صحتك يا اخي، ذكى عن صحتك. ممكن تكون في مواصله انت بتركبها كل يوم مسافه ممكن تتمشي، في مسافات ما بتتمشيش، مش قصدي دي، لا انا قصدي المسافه اللي ممكن امشيها. المشي صحه اصلا. اوفر بقى تمن التوك توك ولا تمن المواصله دي 5 جنيه، واشوف حد محتاج مش المتسولين اللي في الشارع اللي بيترازلوا عليك، لا مش قصدي دول خالص، انسى دول، مش قصدي دول نهائي. حد محتاج بجد، جيرانك قرايبك، مش واروح مديله ال5 جنيه حق المواصله اللي انا وفرتها دي. انا هدي لحد كده محتاج 5 جنيه، طب هقعد طول الشهر ما اركبش المواصله دي واوفر له، اشوف ما ركبتش بكام، ب100 جنيه واروح اديها له. والله العظيم احنا بس نشغل مخنا وهنلاقي 100 حاجه كده جات لنا ان احنا نعرف نتصدق من المفيش ده، من المعدوم اللي احنا مش ما معناش. لكن هنقعد نقول لنفسنا انا ما عنديش امكانيات، انا مكفي بيتي بالعافيه، انا يا دوبك هم دول اللي جاي على قد اللي رايح. والله العظيم ان الناس اللي بيقولوا الكلام ده هم دايما مفقورين ودايما فقر كده. على العموم انا كده خلاص خلصت الفيديو، ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتكونوا حضرتوا افكار، ويا رب ان شاء الله باذن الله اللي عنده افكار غير ديت يقول لي ايه عشان ناخد من بعض الافكار وننفذ ان شاء الله باذن الله. ربنا يهدي لي اولادي ويهدينا جميعا، اللهم امين. اللهم ثبتنا على ديننا، اللهم احسن ختامنا جميعا، اللهم انصر اخواتنا المستضعفين في كل مكان، اللهم امين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله.